النهارده واحنا في GMS قابلنا واحد من اهم الشخصيات على مستوى شخصي، بحبه وبقدره جدا، مش بس على المستوى الطبي لان هو متميز جدا فيه ومن خلال الاكتيفيتيز اللي بيعملها فيه والتراكس اللي هو واخدها، ده كمان على مستوى اكسترا كوليكولم اكتيفيتيز. ما شاء الله من انجح الناس اللي انا شفتها. مرحبوا معايا بدكتور عماد اهلا عمده. وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عمده، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ازيك الاخبار؟ يعني احنا نعرف بعض من مده، بس اول مره نتقابل فيزيكال، فده بسطني ويشرفني وانا قبل اي اتشرف حاجه وانا يعني. اتشرف ربنا يخليك يا رب. حبيبي الله يعزك. طيب خليني اخد وقتك دقايق سريع جدا في واحده من اهم الحاجات اللي الناس كلها بتدور عليها وبتسال عليها كتير جدا. ازاي واحنا في المجال الطبي ممكن نفضل نفسنا؟ ازاي واحنا في المجال الطبي نبدا بيزنس؟ انت ما شاء الله بالمناسبه اللي ما يعرفش، احمد عماد بدا بميدواي الاول، براند مصري في السكرابس والقصص دي بتاعت الميديكال كلودز، وبعد كده ما شاء الله دلوقتي بدأ بيزنس تاني ما شاء الله من انجح الحاجات اللي بشهادة الناس، مش ملوش علاقة بيه، هو ما يعرفش اصلا. فحاجة زي كده انت لسه صغير في السن باعتبار الناس اللي هو ده امتياز لسه وبتاع ومش عارف ايه. ففكرة انك انت تدوس ثرو الحاجات دي كلها من بدري قوي دليل انك انت شغال بقالك مدة. ازاي؟ طيب هو بص، هو اهم حاجه كانت بالنسبه لي هي البالانسنج بتاعت التايم بتاعي والتايم مانجمنت. انا واحد من سنه تانية تقريبا في الكليه، كانت اهم حاجه عندي ان انا امانج ماي تايم، وان انا اشوف وقتي اللي بيضيع ده بيضيع فين، وان انا مش عايز كل حياتي تبقى مذاكره. لان انا كنت مقتنع ان لو بقيت كل حياتي مذاكره وكل حياتي طب وكل حياتي امتحانات، هبقى زي اي دكتور بيتخرج. فانا كان هدفي بكل صراحه ان انا ابقى مختلف ولو بحاجه بسيطه، واعمل في نفس الوقت حاجه تبسطني بعيده تماما عن المجال بتاع الطب، في نفس الوقت كده اكنها ايه، بتحل عليا الدنيا، او اللي هو بتغير مودي شويه بعيدا عن الطب، بحيث ان انا بفصل بيها. فكانت ان انا بحاول امانج ماي تايم، وان انا اخلي المذاكره بالنسبه لي حاجه كونسيستنت ديلي. بحاول اخلي من 4 ل 5 ساعات يوميا، او حتى ساعات بوصل ان انا ممكن اذاكر ساعتين بس في اليوم، مش اكتر من كده. وعلى هذا الاساس بيبقى عندي وقت كتير جدا في باقي اليوم، ممكن اعمل فيه اي حاجات كتير، زي ان انا امارس رياضه معينه، ودي فعلا كانت بتفرغ عني طاقه كتير جدا، وتفرغ عني هموم المذاكره والضغط بتاع الكليه. وفي نفس الوقت شويه شويه بدا ان انا عايز اعمل حاجه برضه هي في مجالي. دي كانت اول فكره. وجيت في مره كنت انا وصاحبي عمرو كنا مسافرين بره مصر، وكنا بنشوف السكرابس، وكانت بصراحه تحفه مقارنه بالسكرابس اللي احنا كنا لابسينها ساعتها. فلما سالت على سعر السكرابس لقيتها بتتكلم من 70 ل $80. فجت الفكره من هنا، قلت له طب ما تيجي نعمل حاجه في مصر طليق شويه، تبقى قريبه شويه من الحاجات اللي بتتباع بره مصر، في نفس الوقت تبقى براند مصري، واول براند مصري فعلا يقدم حاجه مختلفه، مش نفس اللي احنا بنشوفه في السوق. رجعنا وبدانا تنفيذ في الموضوع ده، وهي دي كانت اهم نقطه عندنا، ان احنا الاثنين بنعرف ننظم وقتنا. فده ما جاش على دراستنا نهائي. فكان ان احنا بدانا بحاجه بسيطه جدا، جمعنا الفلوس اللي احنا نقدر عليها، وهي دي حته ازاي افند نفسي ان انا ابدا بيزنس. مش لازم ابدا بيزنس بالاف الجنيهات، او ان انا ادور على ان انا اعمل اكبر بيزنس في الدنيا واكبر ستوك، وان انا حتى لو هعمل مثلا ميديكال سكرابس ابدا بستوك 500 600 قطعه. لا، احنا بدانا في الاول اصلا ب 50 قطعه، ولما بعناهم بدانا كل شويه نسكيل نسكيل نسكيل، لان هدفنا الاساسي ما كانش الربح من اول يوم، ولكن هدفنا كان الجروث، وان احنا نشوف الموضوع بيسكيل معانا، ان انا بعد لما كنت بصنع 50 قطعه اوصل ان انا اصنع 1000 قطعه مرتاح، ما عنديش مشكله خالص. فهي دي الفكره، ان هو الكومباينيشن ما بين التايم مانجمنت اللي ساعدنا كتير جدا ان احنا نعمل حاجات كتير جدا، في نفس الوقت ان احنا نشوف الحاجه اللي عندنا فيها باشن وتكون بعيده عن الطب، علشان اقدر ان انا افصل بيها، ان انا لما اروح اشتغل في البيزنس ده، او ان انا يبقى عندي سايد هاسل، ما احسش برضو ان انا مثلا ابيع كتب طبيه او اعمل كورسات طبيه. انا كده ما طلعتش بره الدايلاما بتاع الطب. لا، انا كنت عايز حاجه افصل بيها تماما بصراحه. طيب حلو جدا اللي انت بتقوله، بس في نقطة شائكة كده دايما بنسمعها واحنا صغيرين: صاحب بالين كداب. صاحب بالين كداب، صاحب دي بالين حقيقه. كداب بالاخر. بالظبط. انت شايف وجهة نظرك في البوينت دي ازاي؟ بص، وجهه نظري في البوينت دي، احنا لو جينا فكرنا ان انت عندك 5 سنين دراسه في كليه الطب، مش طبيعي ان ال5 سنين فيهم مذاكره وامتحانات مذاكره وامتحانات. الطبيعي ان انت بتبدا السمستر بتاعك او بدايه الموديول ما بيكونش متذاكر فيها باقصى كفاءه، لان انت لسه الامتحان عليه حبه حلوين. فبالتالي هو التايم مانجمنت مع ترتيب البرايورتيز. البرايورتي بتاعتي في بدايه الترم ان انا بس اذاكر الحاجات اللي باخدها النهارده، ومفيش حاجات متراكمه عليا، والموضوع بسيط لذيذ، ممكن اذاكر ساعتين في اليوم كافيه جدا جدا. لان الفكره الناس لما بقول لها ذاكر ساعتين في اليوم بيحسوا اللي هو ساعتين ازاي هلحق اخلص المذاكره اللي عليا في ساعتين؟ هتلحق تخلصها لو انت سنس دي 1 بتذاكر ساعتين يوميا، ساعتين كونسيستنسي. يوميا
في 6 ايام من الاسبوع، اللي هو حتى نتكلم 6 ايام ب 12 ساعه مذاكره. انا متاكد مليون في الميه ان اغلب الميديكال ستودنتس بيجوا يزنقوا نفسهم في يوم واحد يذاكروا مثلا 6 ساعات ورا بعض او 7 ساعات ورا بعض، ويقعد يومين وراهم بيريكفر من اللي حصل ده. فانا لما يعني قدرت ان انا اذاكر الكميه دي ساعتين بس في اليوم، لقيت ان انا باقي اليوم عندي فاضي. لو انا ساعتين ونمت 8 ساعات، انا كده عندي تقريبا 14 ساعه فاضي ما بعملش فيهم اي حاجه. ترتيب البريوريتيز بقى بيختلف كل ما بقرب ناحيه فتره الامتحانات وفتره الضغط. لقيت نفسي ان انا المذاكره بتديكلاين مني، خلاص هديها برايورتي اعلى شويه. لقيت ان انا داخل على امتحانات، يبقى هي نمبر 1 برايورتي بالنسبه لي المذاكره. وانا اصلا عملت ميدوي انا وعمرو واحنا في نص امتحانات الفاينل، يعني احنا بنلونش ميدوي وكنا بنروح المصنع وكل الكلام ده. كنا ممكن نخلص امتحان ونطلع على المصنع نتابع البروسيس ونتابع التصنيع ونتابع الاستلامات في نفس الوقت اللي هو احنا لسه مخلصين امتحان، بس الامتحان اللي بعده لسه فاضل عليه يومين 3. فبالتالي هو ترتيب برايورتيز مش اكتر. طيب ده ما خلاكش انك انت مثلا عارف اللي هو اللي احنا دايما بنسمع ان انت لو مسكت فلوس وانت صغير يخليك تنشغل عن الطب، او يخليك انك انت تفكر ويبقى عندك ثوابت مختلفه وبتاع، اللي هو ايه ده انا مسكت فلوس في ايديا. ايه رايك في النقطه دي؟ يعني هل انت يعني شايف ان ده فعلا بيحصل، ولا ممكن اظبطها ازاي؟ بص انا شايف ان انت تمسك فلوس وانت صغير انت ليها طرق كتير جدا، ومش طريقها هو اللوكال براند او البيزنس. في ناس كتير جدا بتمسك فلوس من وهي صغيره عن طريق ان هي تتجه لحاجه زي ان هي يعملوا جرافيك ديزايننج، يتعلموا حاجات كتير قوي، وده فعلا بنشوفه. واعرف ناس فعلا مسكت فلوس، يعني ممكن ما فيش حد في سن ال 30 يمسكها، او ان هو لا يحصل الفلوس دي وهو حتى في سن ال 30، فهم سابقينه بكتير جدا. ولكن الموضوع بيرجع انت الباشن بتاعك ايه من الاول. هل انت كنت داخل كليه الطب دي مرحله عشان تجيب منها فلوس، ولا انت داخل كليه الطب دي علشان انت بتحب الطب اصلا وعايز تطلع تتخرج منه كدكتور كويس وتشتغل في مجال كويس والكلام ده؟ فخلينا مقتنعين ان الموضوع كله مرتبط بالباشن بتاعك لكليه الطب. لو واحد مسك فلوس في سن صغير او في اي سن كان، لو حتى واحد عنده 40 سنه ومسك فلوس كتير جدا من مجال غير الطب، هيقف في دايلما ما بين انا بحب الطب ولا ما بحبوش. لو بحبه هيكمل فيه، لو ما بيحبوش مع انه عنده شفت 40 كارير. سنه هيشفت كارير 100%. طيب حلو جدا. معلش انا عارف انا طولت عليك. خلينا نسألك سؤال بشكل تاني. عماد لو هو رجع وهو صغير تاني، هل هيمشي في البروسيس دي ويمشي في اللي انت عملته من خلال سواء كسفر او انك نيه الاكتيف والستيب 1 والقصص دي، ومن نيه البيزنس والحاجات دي، الاثنين شبه متعارضين لسبب انك انت ناوي على سفر، فالبيزنس ده يروح لمين او هيفضل لمين او يفضل ازاي؟ بص يعني عامه البيزنس احسن حاجه فيه او احسن خطوه تاخده لما يبقى عندك بيزنس، اي بيزنس سواء هو سمول بيزنس ميجا بيزنس اي حاجه زي كده، ان انت توصل لبوينت موتايزيشن. ان انا خلاص ان انا بخلي البيزنس الباسيف يمشي انكم. بالظبط، هو بيرن اوتوماتيك. فان انا اهاير حد يبقى ماسك الاوبريشن او ان هو يبقى ماسك كل حاجه، هو ده احسن ستيب ممكن اخدها لو انا عايز يعني شويه شويه ابعد شويه ايدي عن الموضوع. ولكن يعني لغايه دلوقتي احنا ما بعدناش ايدنا بصراحه عن الموضوع، ومش عايزين نبعد حاليا لان احنا لسه في مرحله الجروث. لكن وانس ان انا وصلت للستابيليتي في البيزنس بتاعي هبعد ايدي تماما، يعني هحاول قدر الامكان ان هو يرن لوحده. ولكن ما بحسش ان هم طريقين متعارضين بصراحه. يعني بحس ان انت بتسعى في كل اتجاه، وده الطبيعي. انت بتسعى في الاتجاه اللي انت فيه دلوقتي، في نفس الوقت بتسعى للي انت عايزه بعدين، وربنا بيوفق الطريق الاصلح ليك. يعني احنا ما بنعرفش مين ايه هو الطريق الاصلح ليا. ممكن انت تبقى عايز تسافر، بس ربنا يعني يكون الاصلح ليك ان انت تقعد في مصر، وان انت تهتم بالبيزنس بتاعك ده ويبقى هو مصدر يعني مهم للدخل بالنسبه لك بصراحه. جميل جدا. خليني معلش اسالك اخر سؤال في المحور البيزنس او محور الكارير التاني. انت ما شاء الله في كليه الطب وخلصت الحمد لله، وفي نفس التوقيت معاك بيزنس انت قلت اصلا جات لك باي لك، او هي ما كانتش اصلا مترتب لها. فخلينا نقول ازاي ممكن انت تختار البيزنس بتاعك لو انت عندك كل المقومات زي ما احنا بنقول. الباشن بيحركني في كل حاجه. انا مثلا ماي باشن في الطب، فالطب هو بيحركني في المجال بتاعه. في نفس الوقت انا ماي باشن ده هل هو في التصوير، يبقى انا هتجه لبيزنس التصوير. هل ماي باشن ده في الكلوذنج براندز، فمش لازم يكون سكرابس، ممكن اعمل لوكال براند وممكن ابيع لوكال براندز. هل انا مثلا في الفون اكسسوارز، هل في الفونز اصلا؟ فالموضوع كله بيختلف من شخص للتاني بكل صراحه. انا لو ما عنديش باشن في موضوع السكرابس او ميدواي، انا بالنسبه لي ميدواي هي حلوه علشان حاجه لينكد للحاجه اللي انا بحبها وهو الطب. لو انا كنت حطيت الكابيتال ده في اي لوكال براند تاني مثلا بتاع ستريت وير، كان كسب اكتر بكتير. ولكن انا بالنسبه لي لا، مش عايز اكسب اكتر بكتير واكون مش حابب الشغل على قد ما انا عايز لا، انا يبقى عندي براند انا بحبه
حتى لو ما بكسبش منه او بكسب منه حاجه بسيطه. فدي بالنسبه لي احسن بكتير بكتير بكتير. فدي رقم واحد. رقم اتنين بقى هو الاختلافات الفرديه، انت ممكن بتحب حاجه انا ما بحبهاش، انت تتجه للحاجه اللي بتحبها. بشوف ناس كتير بتعمل بيزنسز مختلفه بعيده كل البعد عن مجال دراستهم. حد بيعمل بيزنس كاندلز، حد بيعمل بيزنس كلوزنج براند، حد بيعمل كده. كل واحد بيشوف الحاجه اللي هو بيحبها اكتر. فعلا طول ما انت بتحب الحاجه اللي انت بتحبها، طول ما انت بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها فعلا هتبقى مقتنع بيها وهتستحمل كل الضغط بتاعها. لان اي بيزنس هيبقى فيه ضغط، هيبقى فيه ايام متعبه جدا وسفر وارهاق وحاجات كتير. فانت هتستحمل كل الكلام ده، والكلام ده كله هيهون لاجل بس ان انت يعني عندك باشن في الحته دي، انت مبسوط بالبرودكت اللي انت بتطلعه في الاخر. طيب جميل. اخر حاجه ناخد منك نصيحه لاي حد بيسمعنا، حابب بشكل عام ككليه الطب وكان هو ياخد اي نوع من انواع الاكسترا كليكوم اكتيفيتيز. طيب هو النصيحه الاخيره بالنسبه لي، ودي اللي انا سمعتها من دكتوري في الكليه في اول يوم في الدراسه في الاورينتيشن داي. وفي دكتور جه قال لنا ان كل الدكاتره عند سن معين بيبقوا كلهم زي بعض، كلهم عندهم الميديكال نوليدج واحده، ولكن اللي بيفرق دكتور عن دكتور هو شخصيته وقبوله وتعامله. فدايما اهتموا بالاكسترا كوريكولار اكتيفيتيز، لان هي دي اللي هتبني الشخصيه اكتر ما هتبني المعلومات. المعلومات كلنا هنعرف نحصل عليها في يوم من الايام عن طريق المراجع، عن طريق الماجستير والدكتوراه والحاجات كلها دي. ولكن انا بشوف ان انت بناء شخصيتك هو اهم حاجه في الفتره الجامعيه، انك تعرف تبني لنفسك وجود وشخصيه، وتعرف تبني لنفسك بريزنس سواء سوشيال او سواء اكاديميك. فدي اهم حاجه تشتغل عليها من اول يوم في الكليه بصراحه. تمام، جميل جدا. شكرا لك دكتور عمده او عماد جدا ليك او يا سيد. حبيبي، الله يعزك. وان شاء الله مش اخر لقاء، إن شاء الله. ويبقى مع بعض ان شاء ان الله. شاء الله. واتمنى لك كل التوفيق في كل ان حياتك يا شاء رب. الله ربنا يخليك. امين، ربنا حبيبي يخليك. قلبي. ميرسي.